اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الأيام بخير وهنا وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل طبق جميل قوي، هنعمل الكسبة الدمياطي. طبق حلو جدا وهناكله في السحور وطعمه في منتهى الروعة، ووصفة على السريع وبسيطة. وده صنف دمياطي. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نص كيلو طحينة، حطيت عليهم معلقة ملح، وطبعا المية السخنة حطيت شوية. أبدأ أقلب فيها نفضل نقلب فيها. على فكرة ده صنف حلو أوي ومغذي ومش مكلف، والكسبة دي معروفة في دمياط. بدأت تتقل معانا زي العجين بالظبط ما بيلم مننا. نحط برضو شوية مية ونفضل نقلب فيها. ما نحاولش نحط مية كتير عشان ما تسيبش مننا، حبة حبة. هتحسي كل مرة ان الطحينة بتجمد. برضو هنضيف لها شوية مية. هي خدت مني كوبايتين مية، بس ما بتحطيش المية مرة واحدة، بتحطي المية بالتدريج. تفضلي تقلبي بالطريقة دي. شايفين العجينة محببة ازاي؟ هنضيف لها مية تاني لانها بدأت تجمد مننا. هنفضل نقلب فيها بالشكل ده لحد ما الزيت بتاعها يطلع. طبعا لما الزيت بتاعها يطلع هتبدأ خلاص العجينة تلم منك. ضفنا كمان شوية مية. الطحينة بتاعتنا بدأت تلمع وتنزل الزيت بتاعها. هنضيف لها كمان شوية مية مع التقليب المستمر. على فكرة الكمية دي نص كيلو طحينة بتجيبيها من عند العطار، والنص كيلو بيمللك علبة حلوة لأنها بتزيد. كده شايفين الزيت بتاعها طلع ازاي؟ ما شاء الله مطلعة كمية حلوة. شايفين الزيت؟ وده شكلها النهائي. حطيناها في طبق ورشين عليها سمسم، وبألف هنا وشفا. طعمها جميل جدا وتحفة وأحلى من المحلات ما شاء الله. وطبعا شغل ايديكي بيبقى مضمون وأحلى كتير من الجاهز. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك وكومنت وتشجعوني عشان استمر وانزل اكبر عدد من الفيديوهات. اتمنى يكون وصفتي سهلة وعجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين.